التوجه إلى هذه الأمور المعنوية. من جملة الأشياء المستحبة في هذا الشهر العمرة الرجبية، لها فضل كبير، وللعمرة الرجبية موقع في كتب الفقه، تالية الحج في الثواب كما في الروايات. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذا الشهر له موقع متميز. الأدعية الموجودة في هذا الشهر، هنالك أحد الرواة محمد بن ذكوان، هذا كان يلقب بالسجاد لأنه كان كثير السجود وكان كثير البكاء، ذاكرين في أحوال أنه بكى أو سجد حتى ذهب بصره. جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا رجب، علمني دعاء ينفعني الله فيه. فقال له الإمام صلوات الله عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. هذا الدعاء الآخر الذي يقرأ: خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك، إلى آخر الدعاء الآخر: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. هذا الشهر، شهر رجب، ينبغي أن نحاول بقدر الإمكان أن نجعله شهر الاستغفار والتوبة أولا، اللي هذا أهم من كل شيء، وشهر العبادة والدعاء ثانيا.